اهلا بيكم حلقة جديدة ونجم جديد في شو كاست. نجم النهاردة نجم حاضر غائب، رحل عننا لكنه ساب بصمة وعلامة. ما نقدرش ابدا نقول ان هو ظاهرة، لان هو ساب بصمة وعلامة في فن الشعب المصري. ضيف النهاردة او هنتكلم النهاردة عن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم. لكن ضيفنا النهاردة نجله استاذ عصام شعبان عبد الرحيم. نورتني. الله يخليك. منورنا النهاردة في شو كاست. وعاوز ابدا معاك من اول ما طبعا النهارده هفكرك بحاجات كتير، فذكريات كتير، وهنتكلم عن والدك. بس بلاش يعني اي حاجه فيها عياط بقى، عشان انا مش هنعيط. طريقة عياط يعني. انت من دلوقتي، انا لسه يا دوب لسه بقول ما اسمه، انا بقول لك احنا لسه عشان ابتدينا. انا الأيام حسيتك اللي كده فاتت قاعد دي كلها عياط، فانا مش عايز اعيط تاني. لا لا، بص انا جيت احنا، عشان عارف ان البرنامج فيه فرفشه والزهر. لا احنا الفرفشه كلها. انت هتفرفش النهارده، ما تقلقش. أم، انت فين بعد والدك ما توفى؟ انا موجود اهو، بتعمل ايه؟ انا قدامك اهو. لا، بتعمل ايه بعد والله في انا قعدت المهنة؟ هو ورثكم المهنة بتاعة الغنى. انا قعدت فتره امم اروح السعوديه والامارات، و يعني خدت جوله كده في كل بلد 3 4 اشهر. انا شفت اه الفيديوهات، قلت بس فبس انا ده كنت بقى ايه، الدنيا لعبت معاك. فكنت انا برضو وانا في الامارات او في اي مكان بروحه امم بقوم عامل ايه. يعني سبحان الله، ربنا بيكرمني بناس، امم والدنيا بتبقى متسهله. طبعا برضو الله يرحمه ابويا كان ليه ارضيه، وعامل لي ارضيه الناس تحبني وتحترمني في كل مكان. هو كان واي حد سايب شعبية. واي حد كان يقابلني في السعوديه او في الامارات او في اي بلد امم من اللي انا رحتهم كان يقول لابوك راجل جدع واحنا بنحبه، ويعني بيتكلم على ابويا كانه صاحبه وعارفه. امم فهي دي اللي خلتني يعني. بس انا برضو ما كنتش مختفي، انا كنت موجود يعني على كل السوشيال واحد ميديا. فيكم، انا بشوفك على السوشيال ميديا على طول متفاعل، ولسه كنت عامل اغنية جديدة وهنتكلم عنها بالتفصيل. بس ناخد كده حاجة حاجة. انت ورثته من والدك، كل واحد فيكم اخد حاجة من والده. يعني مثلا انت اقرب ليه شكلا شوية، ولا اه خميس يعني شبهه شوية ولا؟ لا، كل واحد ليه شكل بس. كل واحد خد حاجة. يعني انت تشوف ابويا، امم تشوف خميس، تحس ان هو شبه ابويا بالظبط. اه تشوفيني تحس ان انا يعني كان ابويا كل فتره امم ليه شكل. يعني انا شكله كده وانا في فتره معينه هو اه اه, يعني انت قصدك مراحل عمره. آه هو كان كل ايوه. واحد فيكم في شكل. وعدوية انا بكلمه في التليفون احس ان انا بكلم ابويا. صوته اقعد واخد اسمعه صوته. كده واصنت عليه قوي، اه وهو بيقول لي ازيك يا عصام. اسمع كلمه ازيك يا عصام دي جسمي اشعر، بسمعها من عدويه بتمتع، بحس ان ابويا اللي واخد بيكلمني. صوته عدوية واخد اكتر واحد. صوته وطريقته في الكلام، كل واحد ليه طريقه. امم وعبد الرحيم برضه ليه طريقه في الكلام، تحس ان برضه شعبان عبد الرحيم اللي بيتكلم. امم كل واحد فينا ليه يعني. احنا ورثنا ابويا كله، آه، هو وزع مش كل فلوس حاجة كده بس. باكج. وزع كل الحاجات. بس كل انت واحد اقرب شكل ليه في اللبس، في انت اللبس بتلبس الستايل بتاعه. وبرضه والكلام والافيهات والحاجات دي. افيهات يعني في خد انت وكده. دمك اخف واحد فيهم. لا، ما انا مش عارف ما ينفعش اقول كده. انا اه هم كلهم نفس الروح بتاعت شعبولة. لا، ما انا بحس بكده، بس بحس ان انت اكتر واحد بتلبس الستايل بتاعه. ايوه، انت انت ما بقى اللي فرطتش في تحسي الترزي ولا ايه؟ انت اللي تحسي وانت اللي تقولي، انا ما انا حاسه اعرفش. ان انت اللي متمسك بالترزي بتاعه. اه صح. بترزوا كل الحاجات. ده حتى يعني قول قول. كل الكلام يعني نفس الاسطمبة بتاعت ابويا بحبها. انا مم. بحب ابقى كده. اه انت قلت في فيديو او في حاجه ان انت والدك علمك ان انت تبقى محدش شبهك. ما حدش يبقى شبهي في. يعني انت يعني انا ابقى بتلبس الحاجات زيه، او بتلبس حاجات مختلفة عشان ما يبقاش في حد لابس زيك. يعني انا دلوقتي كده لو مثلا في حفلة امم فيها كل الفنانين امم وكل واحد لابس طقم موت،
اه هتبص عليهم كلهم، هتبص عليا كده هتلاقيني انا ظاهر اكتر هعرفك واحد، من تعرفيني من وسطهم كده. ده عصام هناك اهو انت كده. انت ورثت الستايل بتاعه وما حاولتش تفرط، مع انك عملت خناقه بسبب الستايل ده قبل كده خناقه مع مين؟ مع حمو بيكا. انا ما بحب، اصل انا الموضوع بقى استنيني بقى عشان انا ايه، الموضوع ده مضايقني. مم. انا بحب يعني لما واحد يستنى، يعني يستنى ان هو آه، عارفه الكلمه بتاعت يعني ده راجل على الله كده، او اسمها يعني راجل طيب على الله راجل طيب حكايته على يعني. الله حكايته كده. اه. كان ابويا بيتقال عليه ان هو ايه، طيب وغلبان وما اعرفش ايه. مم. فكل الحاجات اللي كانت بتتقال على ابويا، حمو بيكا بقى يعمل حاجات شبهها عشان تتقال عليه. اه. واخد بالك؟ مم. طبعا مش ممكن يعني برضو لا مؤاخذة حتى الناس هي اللي تقول ان ده ما ينفعش يتقارن بده. هو حمو بيكا على دماغي وحبيبي وكل حاجة، بس انت ده حاسس ان هو بيحاول ان هو يمشي على الطريق بتاع اه والدك، او بيحاول يلبس زيه عشان يبقى ملفت للانتباه يبقى او كده؟ موت في انا سمعت ان انتوا اتخانقتوا بسبب ورا عند اشرف الترزي. فجلة اه. وبعد كده بقى الجزم وبتاع ومش لقيت لك ايه. قلت بقى طب ما اذا تدخل كان بقى انت تلبس عندك نفس الجزم خميس ونفس اللبس. وعبد الرحيم ومسيد وعدوية وانا، مم. امال احنا نروح نبيع بطاطا ولا نعمل ايه؟ اه. انت انت راجل انت ناجح شايف ان ده ورث. انت ناجح في المهرجانات مم. وفي الجو بتاعك، مم. اظبط لك طريقه وخليك في الموضوع بتاعك، وسيبنا احنا ناكل عيش بمعرفتنا، عشان احنا ملناش شغل تاني اللي هو شويه الحاجات دول يعني. الناس بتقابلنا في اي حته عشان شكلنا مختلف. اه. مش ناقصه بقى واحد تاني يجي مختلف، احنا خمسه، مش ناقصه. مش عايزين واخد حد بالك؟ سادس مختلف. مش معقول يعني. وبعدين ببص لقيت لك حسن شاكوش جيب مشجر، كل واحد لما لبسني مشجر. لا بص هقول لك على حاجه، هو لو 500 واحد لبسه مشجر ممكن تطلع موضه ان حد ايوه يلبس ماشي، مشجر، لكن موضة. الستايل بتاع شعبان عبد كل الرحيم اللي كان قلت لك كان فيه تفاصيل. الصيف اللي فات ده كله من اول تامر حسني وانت ماشيه كده. تامر حسني. اه والله. هجيب لك هاتي على شوف الفيلم اللي هو الاخير اللي هو عامله ده، امم. بجاكيت مشجر تحس هو بيضحك كده كانه شبه يعني ايه، واخد نفس روح ابويا. اه. تامر حسني. اه ازاي يعني؟ والله العظيم، انا بقول لك ما بقولكيش كلام من دماغي، خش شوفي، خش على اليوتيوب واكتبي. طيب. وفي ادخن من تامر حسني كان بيقلده، الراجل اسمه ايه اللي هو بتاع الكوره ده. كريستيانو بيقلد شعبان عبد الرحيم؟ ما اه تهزرش والله بقى. العظيم ما بهزر. ايه يا جماعه اللبس ده؟ بتاعه، بص على اللبس احلام بتاعه. العصر دي ولا ايه واحنا قاعدين؟ طب يا ست انا اسف. كريستيانو خلاص. كريستيانو هو اصلا يعني انا تفتكر مش انه عارف يعرفه؟ كريستيانو ولا واحد تاني، انا عشان ما اعرفش اسامي بتوع الكوره دول. حد بتاع كوره بيلبس زيه؟ لا ما مش تشوف عارفه اسمه عم ايه. احمد ساعدني في الاسم ده. لا واحد من المشهورين بتوع الكوره، ميسي. ميسي؟ اه لا استنوا يا جماعه عشان كده انا حصل لي ايرور، انت عملت لي مشكله. ومحمد رمضان. لا محمد رمضان ماشي يعني، لكن ميسي هيعرف شعبان عبد الرحيم منين عشان منين يقلد ايه، ستايله؟ هو انا ابويا شويه. ايوه امال بس عرفنا يعني ميسي ده ازاي احنا؟ عشان عرفناه عرفنا ميسي عشان هو ميسي. لا عشان هو يعني ايه ميسي يعني بتاع ايه ده؟ بتاع هو ده لعيب كورة. كوره؟ ايه ده لعيب كوره؟ ميسي؟ ها؟ انت شايف ايه؟ والله العظيم انا ما اعرف غير الاسم، ان هو ده مشهور قوي، وكان بيقلد ابويا في اللبس والهدوم المشجره والحاجات. لا 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 ما تقولش الكلام ده تاني بقى، عشان هو ميسي ما بيتكلمش لغتنا ولا يعرفنا خالص، واعتقد ان طب هو ماشي، هو ابويا مش ابويا راجل معروف عالميا؟ ايوه طبعا معروف طب عالميا. وايه لما يطلع واحد زي ميسي ولا اي واحد اما محمد رمضان ده بالنسبه لنا مم. ده رقم واحد في العالم بالنسبه لنا. انت بالنسبه لك رمضان نمبر 1 اه ما هو نمبر 1 من ناحيه ايه؟ من ناحيه كل الحاجات، هو نفسه يعني لما بيجي يتكلم كده ببقى متمتع من كلامه، تحس ان بتتفرج على احمد زكي هو شبه احمد زكي فعلا، في دي طريقة دي حاجه الكلام احنا مش هنقدر نتكلم والحركات، فيها. كل الحركات وكل الكلام والتمثيل وكله.
شبه احمد زكي الله يرحمه. يعني انت لو اتعرض عليك تمثل فيلم مع محمد رمضان اكيد مش هترفض؟ لا انا هصدق ان هو يقول لي على اي حاجه. اه والله يعني الواحد يطول لا ان لا محمد والله رمضان يقول تقول إيه، له انت قد الدنيا. ربنا يسترك. طيب ايه النصيحة اللي والدك اداها لك مش هتنساها ماشي عليها؟ النصيحه اللي ابويا ادهاني، يعني ابويا قال لي يعني ما تقلش من نفسك، ما تقلش من نفسك مع حد، مم. وخليك جدع مع الناس، ولا تكسف حد ولا تزعل حد، مم. حتى لو واحد عامل نظافة. مم. يعني انت شفت موضوع محمد كشري؟ انا كنت شفت. ماشي معاه وانا من جوايا حاسس ان انا بعمل حاجة جامدة قوي مع محمد ده لله، جبر الخواطر ده حاجة وانا مش كبيرة. في دماغي اي حاجة. لقيت لك مصر كلها بتقول لك عصام ماشي مع محمد الزبال، محمد مش عارف، انا مش فاهم في ايه. مم. هو محمد هو ده تاجر مخدرات ولا بتاع إيه؟ ده واحد ربنا ما اعرفش هو يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمه في كده، ان مم. الواد ده يطلع ترند والناس كلها تشوفه، مع ان كان طالع ترند والناس كلها شايفاه ومش طايقاه، مم. وبرده يقول لك عصام بينقي الترندات. كل مم. ما واحد يطلع ترند بقى كل اللي يطلع ترند يجي لي. اه يعني اي واحد يطلع ترند يجي لي. هو جايب الترند بتاعه، يعني ما عملتوش ترند. هو جايب ترند وانت هو جايب ما الترند، انا ما رحتلوش. عملتوش ترند. اه اول ما يجي ونتكلم ومش عارف يقول لك عصام جاب الواد بتاع بتاع الكشك. طب ما قالوا كده على احمد العوضي. اه. يعني هو بس كده كده الناس ما بتسيبش حد في حاله. انا مش عارف، نقعد نقول حاسس ان قالوا انا وما قالوش. حاسس ان انا كرش كاتم على نفسي. طب هنعمل ايه في الموضوع؟ مش هنلحق نخسسه دلوقتي. انت لا واكل يعني قبل ما تيجي ولا ايه؟ ايه، كلت قبل ما ما تيجي؟ كانتش ولا انا على فكره وانا جاي انا كنت في حفله يعني مم. في النايل اكوا بارك الساحل اللي هو الساحل الغلبان، الساحل الطيب. الساحل الطيب. يعني انت جاي من الساحل على هنا؟ جاي من الساحل الطيب من البدرسين. اه انا قلت برضه الالوان دي الوان الساحل النهارده. بس انا عرفت ايه اللي وجع لك بطنك النهارده. ايه؟ السلسلتين اللي انت لابسهم دول. لا، ما هو انا السلسلتين دول عايزين؟ ما اقدرش امشي من غيرهم. ليه؟ دي ابويا صور وامي مين دي؟ محطوطين هنا. صورة مامتك؟ دي امي وده مم. ابويا. اه. والكف بقى اللي انت حاطته لنا عشان خايف من الحسد. ودي بقى مراتي جايبها لي عشان يعني هي اول ما بيحصل لي اي حاجه تقوم قايل لي اتحسدت. اي حركه اعطس مرتين ثلاثه تقول لي لا 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 انت اتحسدت العطس يوم. كمان اتحسدت فيه ايه؟ لا إيه؟ انت شكلها هي اللي عايزه تجيب لها كف، بعت لها كف. ما هي هي ديت شكلها بتؤمن بالحسد. لا هي ما بتؤمنش بالحسد، هي بتخاف عليا، هي بتحبني قوي بتخاف عليا. طب ما دي حاجه حلوه. الحمد لله. الحمد لله. انا شايفه برضو، خلينا نتكلم في انت ليه باباك كان بيلبس ساعتين او 3؟ انا عايزه افهم الموضوع لا ده. ما كان لبستش نفسي 3 اساله سنين. السؤال ده يعني من زمان. انا اقول لك انا، امم هو حتى لما قال قدامي ما اعرفش انا قلت يعني هو كده بيضحكني يعني اضحك انا كده، امم ولا هو ده افيه اه ولا دي من ضمن الحاجات بتاعته ولا ايه مش عارف. امم فالراجل بيقول له يا عم شعبان انت لابس ساعتين ليه؟ قال له ساعة ليا انا، امم وساعة عشان لو حد قال لي الساعة كام يا عم شعبان. يعني هو ما ينفعش الساعه اللي بيبص فيها لنفسه يبص يعني هي فيها ساعة واحدة، الساعة اللي هي كانت هنا دي كانت دهب، اه فهو كان بيبص في الساعة الدهب ايه يعرف الوقت. يا فدي سلام. ممكن لو اتأخرت شوية او يعني يعني ايه. كان في واحده مظبوطه ايوه دي بتاعته. اللي هي الساعة الدهب، اه والساعة العادية بتاعت الجمهور كان بقى وهي بيقول الساعة وهو ظروفها تطلع مظبوطة أو مش مظبوطة مش مشكلة. امم هو يعني كان يقصد كده. طيب اتخانقت مع سيد ليه؟ سيد مين؟ مع خميس. خميس أخويا؟ اه لان انت الخناقه دي كانت اعتقد ان هي كانت معلنه على السوشيال ميديا، والصلح كان على السوشيال ميديا.
كان ايه سبب الخناقه؟ انا وخميس مم. عمرنا ما اتخانقنا يا راجل، اول مصر. اما كنتوا لما انتوا ما اتخانقتوش بتتصالحوا على السوشيال لا ميديا احنا كنا ازاي؟ بنتصالح انا وعبد الرحيم. لا كان خميس. لا خميس كان قاعد هو الخميس يعني هو اللي كان قاعد بيصالحنا. المهم ان انت اللي عامل مشكله. لا خميس او عبد انا الرحيم ليه؟ او عدوية، انا انت اللي معلش، عملت المشكله. انا الكبير، انا اخوهم الكبير. مم. فلما يجي حد يعني يقول لي على حاجه مش انا ماليش دعوه، مش في ايدي، مم. ويبقى هو اللي غلطان، ما بقاش انا اللي اخترعت المشكله. مم. يعني بس احنا دلوقتي كده مش زعلانين احنا ولا حاجه ولا اي حاجه من ساعه ابويا مات لحد دلوقتي. كل اللي حصل ان حصل زي فتنه، وبرده من ضمن الحاجات ممكن يكون ايه سبب اتحسبنا الفتنه دي؟ ايه سبب الفتنه؟ والورث بقى وما اعرفش ايه وهاخد عربيه موضوع كده لخفانه وحشه مش. طب ليه طلعتوها على السوشيال ميديا؟ يعني ما كانش ينفع الناس تقول بعد شعبان عبد الرحيم ما توفى ولاده بيتخانقوا على الورث؟ عادي، ما هو الواحد بقى عادي بقى دلوقتي الواحد اول ما يخرج من البيت مم. الناس بقت عارفه هو رايح فين وجاي منين. اه بقت الموضوع عادي يعني. بس يعني في حاجات عائليه اعتقد. ما هو موضوع عادي ده مبقاش. عادي ما هو ده ما فيهوش حاجه. مم. يعني انا عندي الحاجات العائليه دي اللي هي بيني وبين مراتي وولادي، مم. دي الحاجات العائليه. اه لكن اخواتي عادي. لكن بيني وبين اخواتي مثلا واحد عايز يبيع العربيه او شبطان في حاجه، طب انا مش عارف اقول له لا، اخواته التانيين بيقولوا له لا مثلا. الموضوع يقعدوا يتكلموا لحد ما هو واحد يسمع يقول للتاني وبنتفتح غصب عننا. مم. داخل السوشيال ميديا دلوقتي بقى اي حد يخش الحمام يقوم قايل ايه، يزحلق يقوم قايل يا جماعه دول بالشفاء، الشفاء العاجل. مم. لا يعني يقول لك الشفاء العاجل قوي يعني. يعني ادعوا بسرعه. اه الشفاء العاجل قوي. ومفيش حاجه حاصله. ولما يروح يقعد بقى مع واحد صاحبه يقول انا كنت النهارده قاعد مع الاستاذ احمد على قهوه العمده في المهندسين، امم ومصور لك من المهندسين الان. اه فكل حاجه بقت ايه، بقت على واضحه قدام العلن. الناس. تقصد يعني. يقول لك ما هو احمد وحسام كانوا هناك مش عارف ايه، فتلاقي السوشيال ميديا تكتب لوحدها. امم الناس بتوع الجرايد او الصحافه يقوم قايل كان في مشكله، في ناس كده دماغها لاسعه يقوم قايل كان في مشكله مع عصام وفلانه. هقول لك اسماء توجه ليها رساله من كلمه واحده. كلمه واحده. حمو بيك غلبان وربنا يكرمه. ماشي. حسن شاكوش برضو راجل محترم. محمود الليثي محمود الليثي كويس. كويس. جدع يعني. لسه الراجل عامل لك فيديو عشان عيد ميلاد ندى بنتك ايوه هو راجل جدع، وانا قلت ايه وانا قلت ليه كويس. عدوية اخوك ده حبيبي ابني. ابني. رضا البحراوي هو انا ما فيش انا بالنسبه لي ما فيش مشكله بيني وبين رضا البحراوي خالص. امم عشان تبقى عارفه، عشان الناس كلها بتقعد تقول لي حتى لما اكون فاتح تيك توك ولا قاعد بعمل اي كلام اي حاجه يقول لي رضا البحراوي رقم واحد. انا كده كده بحب رضا البحراوي. المشكله اللي كانت دايره بينه بين وبين عدوية عدوية. وبين اه لكن انا ما عنديش مشكله. انا مشكلتي تبدا امتى؟ من اول ما هو يغلط في عدوية. يعني بس اول ما هو يغلط في عدوية هو انا ابتدي الخناقة كانت اتكلم. على ايه؟ كانت على لحن ولا كانت على ايه؟ لا غنوة عدوية اخويا هو غناها. اه عدوية قال له ما تغناش تاني، قال له مش عارف ايه كده هنغنيها هو سوا. قال له غناها لا. في فرح والناس طلبتها منه. فالناس اللي طلبتها فغناها كان فرح. لا ده لا المتعارف على المشكلة ان هي كده. لا هو قال هو قال انا عدوية، غنيتها عشان الناس قال طلبتها عدوية منه. الف مبروك على الغنوة الجديدة. اه قال له الله يخليك يا رضا ومش عارف ايه. قال له انا هغنيها بقى في الافراح. قال له غنيها يا عم. امم فغناها اول يومين على نزلت على النت والغنوة الناس فاكراها بتاعت مين. رضا طبعا الواحد يبقى صارف على غنوة كتير طبعا بيتعب عليه. ارقام كبيرة، امم وتبص تلاقي بقت الناس تقول لي ده بتاعت رضا. فعدوية حب يعرف الناس
ان إن قال لي الأغنية قال لي رضا لو سمحت ما تغنيش الغنوه تاني، يا اما تعالى نغنيها انا وانت في الاستوديو مع بعض. فرضا قال له لا، او باين حاجه زي كده. امم فقام قال له ما تغنيهاش تاني، وقام مغنيها. قام علوية قاعد بقى مسكه التاني رد عليه بأغنية تانية، وعدوية رد عليه بأغنية. جو. وقت بقى واحنا كل الاغاني مبسوطين يعني، دلوقتي على العموم عمالين احنا ايه. الأغاني بتاعتهم هم اه الاتنين، احنا مبسوطين في النص. اه بس انت واخد موقف عشان اخوك طبعا. لا انا ما انا مش واخد موقف، انا بحب اي واحد من اللي بيغنوا. امم بس اي واحد من اللي بيغنوا يجي على واحد من اخواتي هتقوم واقف انا انت متكلم طبعا على الأخ طول. الكبير يعني. يعني انا مش هسمح لحد يزعق لحد او اي كلام واسكت امم نهائي يعني. أحمد شيبة. عم احمد شيبه ده يعني تحس ان بديل شعبان عبد الرحيم في الحنيه، وراجل طيب وغلبان وجدع وحاجه كده، يعني ما حصلتش امم والله العظيم. طيب، ايه القرار اللي والدك خده وحسيت ان هو غلط ومضايقك لحد دلوقتي؟ لا عمري بقى ما قال قرار، وانا كنتش قادر استجرى يعني افكر اقول له يابا الكلام ده ما ينفعش. كان ديكتاتور معاكم يعني في ايه البيت؟ دكتاتور دي؟ يعني كان شديد معاكم قوي يعني محدش يقدر يقول له لا، ولا كان صاحبكم؟ لا هو كان هو بالبلد كده امم الاسطى بتاع البيت. امم اي حاجه هو يعملها ما حدش يقدر يتكلم، وحتى امي كان سي السيد يعني. هو اللي يقول كلامه. وانا في البيت وانا في البيت دلوقتي برضو الحمد لله، امم نفس ربنا رزقني بواحده ست زي امي كده الله يرحمها. امم اعمل اللي انا عايزه واتكلم اللي انا عايزه وارد عليك في التليفون، اكلم واحده اي كلام مفيش حد ليه دعوه، امم لان فاهمين ان ايه، ان دي شغلتي. وهي متجوزاني وانا بغني، مش متجوزاني وانا بقرا قران. امم عارفه ان انا تبع الافراح والبنات ومش عارف ايه والحاجات. ففي امم بنات بتكلمني وعادي الموضوع، مش كل شويه تقعد تقول لي مين دي مش عارف ايه، وتقعد تجنني وتجنن نفسها. ما خدتنيش وانا بقرا قران. امم هي واخداني انا بغني في الافراح وكانت امي بتغير كده عليك؟ يعني. هي امي بتغير عليك نفسها صح؟ امي كانت كده ايه. بتغير عليك مراتك؟ وهي بتغير عليا، بس انا اصلا ما بحبش حد في الدنيا غيرها، وهي عارفه يا الحكايه دي. سلام. مم. حتى لو واحده جايه لي بوشين، يعني يعني ده بوش وشي. كده يعني كده من هنا كده مثلا، ده ملك الجمال يعني. ملك الجمال، ومن الناحيه التانيه برضو ملك الجمال، برضو ما تاثرش فيا. يا سلام على طب ما الروحانية. انت قاعده حلوه قدامي اهوت ولا شغالة. لا لا، انا متجوزة عشان هي برضه هتلاقيها ايوه انا بتتفرج بقول على لك، لا ما الحلقة. انا بقول لك يعني عادي يعني. انا مش يعني انا ما بشغلش دماغي يعني دماغي مش مشروع دي حلوه ووحشه والكلام ده. انا مم. ماليش دعوه، انا جاي اعمل مصلحتي او جاي اعمل حاجه، ومش هقعد بقى ابص واشوف هبقى انا كده بتاع طب الحاجات انا دي. هسألك سؤال صعب. ايه اتفضل. الاهم بالنسبة لك، الفلوس ولا الستات؟ الاهم بالنسبه لي، مش عايزة احطها هي في المقارنة، انا قلت الستات. لا الاهم لو انت عايز تحطها في مقارنه تقولي هتقولي مراتك هي ولا اهم؟ الفلوس. هي اكيد هتقولي، ما تقدرش تقول غير كده، انا مش لا هقول هسألك لك لا سؤال. الفلوس، لان الفلوس هي اللي هتعمل كل الحاجات لمراتي. مش كنت لسه بتقول لو جات لي واحدة بوشين؟ لا ما انا بقول لك الفلوس همتع بيها مراتي. آه، اضحك عليكي؟ لا. طب ما انا هبقى بحبها وخلاص، مش عارف اجيب لها اي حاجه. لكن الفلوس الاول نقوم مدلعين بيها الوليه، صح ولا لا؟ طيب، ايه اكتر غنوة مهرجانات ضايقتك يعني، اللي هو ما ينفعش بقى كده، الاغنية الشعبية راحت في داهية؟ والله انا اكتر غنوه استفزتني، امم مش استفزاز ده، هي دي عارفه كلمه الاستفزاز اللي هم الكلمه نفسها بتاعت، هي دي الغنوه ايه بقى دي غنوة بتاعت ايه؟ الموسيقار حمو بيكا. موسيقار حمو بيك. اه بتاعت اه الرخيصه كلبة الجنيه. يعني هو بيقول ايه، هلا والله على الرخيصه كلبة الجنيه، انا كده يعني. اه يعني تخيل الواحد لو بيحب واحد او مثلا مراته او اي حاجه، وقام باعت لها الغنوه دي عشان يعني
مش عارف مش هتبص في وشه تاني اصلا يعني هي الرخيصه كلب الجنيه، تقول له طب اقسم بالله لو شفت وش تاني يبقى دي بالجزمه. هعضك بقى مش كلبة كلبة الجنيه ايه ورخيصة ايه والحمد لله يعني. ولما جه الفرح بتاع بنتي عزمته او عدوية اللي جابولي، اول غنوة غناها الرخيصة كلبة الجنيه، بقيت زعلان ومش قادر اقول له يا عم عيب كده، يا عم يعني عيب هو كده. جاي يعني يجامل لك في فرح بنتك غنى لها الرخيصة كلبة غنى الجنيه؟ غنوة الرخيصة كلبة الجنيه. قلت طب ولا يرضي ربنا، ده جاي يتجامل ولا جاي يبوظ الفرح؟ معرفش. طيب انت غنيت اغنية لمصر مصر دي الواحد وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاوزاك تكلمني عن الاغنية دي سريعا وتقولي مين اللي كتب كلماتها، لان كلماتها فعلا حلوة جدا. اللي كتب كلمات الغنوة الشاعر الطيب خالد سعيد. خالد سعيد. ابن يا سيسي وعليها. انت عارفه السيسي ده؟ انا نفسي يعني كلمه يا سيسي والريس والكلام ده قليل عليه. ده المفروض الواحد اول ما يشوفه يقوم مسلم عليه وبايس ايده ويقول له ربنا يسترها معاك يابا اول مصحف. بتحس ان السيسي ابوك؟ ايوه، هو الرئيس بتاع البلد، ما ينفعش يتقال عليه يا سيسي يا او يا ريس. ده ما ينفعش نديله اي لقب دلوقتي. لا ينفع، يعني من كبر الموضوع اللي هو فيه. احنا بنقول فخامة الرئيس عبد الفتاح. فخامة أيوة، دي عارف تحس وانت بتقولها بتفخم كده. ايوه بقى فخامة الرئيس. لا هو فخامة الراجل ده ابويا، بعد اذنه لو هو يعني يسمح لي ان انا اقول عليه كده. ف ده ما ينفعش الواحد يقول الرئيس ده، الواحد يقعد يغني له كل شويه ويغيظ بيه الناس اللي هي في البلاد اللي كلهم بيتكهربوا منه. بتفتكر ان هو رئيسك؟ انا لاحظت ده في الاغنيه اللي انت غنيتها وانعكس لي حبك ليه من الاغنيه والبلد، وانا بحب بلدنا وشارب من ابويا حب البلد وحب حكومتها. والدك كان صوت كان صوت الشارع، زي مثلا بقرأ اسرائيل دي. مش انا بس الواحد اللي بقرأ اسرائيل، احنا اصلا كلنا اتولدنا اهالينا وكبرونا وعلمونا ان اسرائيل دي اعداء مصر، عدو بتاع مصر. فاحنا خلاص عرفنا ان الرئيس بتاعنا ده الواحد نحبه ازاي، والبلد بتاعتنا نحبها ازاي، واسرائيل نكرهها ازاي، والناس والحاجات الوحشه نبعد عنها والحاجات الحلوه مش عارف كده. انت اتربيت ونشأتك كانت وطنيه قوي، وهو كان معروف بوطنيته بصراحه والدك، وهي الاغنيه دي اللي شهرته وكسرت الدنيا. وهو ابويا كان هو استاذ اسلام خليل، هم اللي يعتبروا حببونا في الحته بتاعت السياسه دي، او في الحته بتاعت انك ازاي تحب بلدك وازاي تحب رئيسك وحكومتك بس هو ما كانش بيهمه. انا اعتقد ان هو لو كان موجود دلوقتي كان عندنا اغنيه على سد النهضه، عمل لنا اغنيه على سد النهضه دلوقتي. واحنا على فكره بنعمل، بس الدنيا بقت زحمه قوي، وبقت السوشيال ميديا يعني بقى كل واحد، حتى الفيس ده الفيس عندي صفحتي انا بيبقى عليها انزل عليها اي حاجه تعمل 700,000، ويجي واحد تاني يقوم منزل حاجه تبقى عامله 200,000 واحد، فما بتعرفيش الدنيا زحمه قوي، فمبقتش الحاجات تبان قوي قدام الناس. لا بص، الحاجه المميزه بتظهر من بين 1000 حاجه. ايوه الاول كان ابويا يقوم عامل الغنوه يغنيها عند وائل الابراشي، العالم كله يسمعه وخلاص. هي خبطه بالمرزبه ولا 10 بالشاكوش. ايوه. نورتني، ربنا يكرمك، واستمتعت بالحوار معاك، واتمنى اشوفك دايما بخير. انت مرتبطه؟ انا متجوزه. يعني معاك انت مش لسه قايل لو في واحده أيوة بوشين؟ عندي وش واحد. انا عايز ادعي لك. عندي ولاد. ربنا يخليهم لك ويسترها معاك. ربنا يخليك، نورتني. وربنا يخلي لك جوزك ويحببوا فيك وتحبوا بعض يعني قوي. ربنا يخليك، انت انسان جميل واتشرفت بيك. ربنا يخليك. نقابلكم في يوم تاني وحلقه جديده من شوكاست.